قلنا مليون مرة يا جماعة، بلاش تطلعي أسرار بيتك بره، بلاش تطلعي أسرار بيتك بره. انت في الآخر اللي بتخسري. وقلنا الكلام ده مليون مرة ومليون قضية ومليون قصة، وهتعرفوا قد ايه اللي بيطلع أسرار بيته بره سواء راجل أو ست هو في الآخر اللي بيخسر وحياته بتتدمر. بس قبل ما نبدأ القصة أو الجريمة يا ريت نشترك في القناة ونفعل زر الجرس وأسألكم لايك دعما لينا. الموضوع بدأ بزوجين عاديين وحياة جميلة ومبسوطين جدا، وعلى فكرة هو غني بالوراثة، كان أبوه بقى سايب له ورث وبيوت، فمتجوز واحدة. فالواحدة دي دايما بتخش تصاحب دي، اخبارك ايه، عاملة ايه، فبيتصاحبوا بعض زي الجروبات فالمهم بتحكي لها والعيال ورحنا وجينا ومدارس ودروس زي اي حد بيحكي لاي حد. طب انت بتحكي لواحدة انت ما تعرفهاش، ولو بتعرفيها ما تعرفيش عنها اي حاجة، ليه بتحكي لها كده؟ فبتحكي بقى، فجابت جرها مرة في مرة في مرة، وعندنا ومش عندنا، ورحنا وشقة في اسكندرية. فالمهم الست وهي بتحكي لها لقيت ايه بتحكي لها دي اصلا مسمار مقطوم، مش لاقيه تاكل، يعني سوري في اللفظ انا اسف، جربانة بمعنى اصح. المهم جت وهي بتحكي لها دورتها في دماغها فطبعا من ضمن الحكايه اللي بتحكي لها فيها، لا جوزي بيغير جدا لدرجه ان هو شك فيا وانا ماسكه الموبايل بكلمك، وفضل يمسك الموبايل ويقول مين وليه وازاي، وفضل يزعق وبتاع. طبعا هي من ضمن الحاجات لما قالت لها غيور جدا ابتدت تفكر، واللي زي دول يا جماعه بيبقوا شياطين، انا اسف في اللفظ، ابلسه كمان، يعني في نوعات من الستات كده ابلسه. ففكرت قالت يعني هو غيور. ففكرت الست دي انها يعني طبعا اتعرفت عليها وقالت لها اجيلك مره ومش هجيلك مره وبتاع، فابتدت تصاحبتها وفعلا راحت لها، يعني فعلا سافرت لها وراحت لها مره قعدت معاها. بس التانيه ما كانتش بتروح لها، يعني كان دايما تقول لها ايه طب ما تجيلي او حاجه، التانيه تقول لها لا جوزي بيغير ما اقدرش وما اسافرش وبيغير عليا والكلام ده، وهي عارفه. فطبعا جت راحت لقيت الوضع، لقيت حاجات انبهرت بيها وعيشتها، ودي طبعا عايشه في عشه. راحت لقيت بقى واحده عايشه في هيلمان وبيت كبير وكذا دور والكلام ده كله. ففكرت بقى قالت انا الست دي طب ما انا نبتزها او نحاول نطلع منها اي مصلحه. فهي التانيه دي كانت شمال، كان تعرف برضو كام واحد اللي هو بيكلموها اخبارك ايه بتاع، برضو زيها كده. وعلى فكره كانت لما جت اللي اتمسكت دي كانت نظامها من ان اشحن لي واكلمك واشحن لي وده بالمناسبه دي يا جماعه. المهم جت كلمت واحد من ضمن الواحد ده احنا عايزين نعمل مصلحه في واحد، وحكت لها بقى، حكت له بقى في حاجات له، في مش عارف واحدة غنية ومبسوطة وجوزها بيغير عليها قوي، دي لو عرفنا نسلك منها كام صورة ونصورها مثلا في فيديو او نصورها في حاجة، دي ممكن نعمل عليها مصلحة وناخد منها مبلغ حلو. فالمهم وهي بتقول للواد ده، الواد ده فكر قال لك ده جميل ومية مية، معناش نوم وكده كده هناخد منها المبلغ وشكرا. وقد كان. طب هنعملها ازاي؟ دي ست محترمة. بص في وقت كده انا لما انا بروح لها على فترات، يعني كل شهر كده ولا شهرين بروح لها مره كده، بقعد معاها بزورها، بننزل نتمشى سوا، ننزل نروح نخرج عندها سوا في المحافظه. فالمهم الواد كان عارف المكان اللي هي فيها كويس، يعني زي ما تقول هو ده بيلف وفاهم. فالمهم قال لها طب كويس، مش انتوا بتنزلوا تخرجوا، طب احنا وانتوا بتخرجوا تشربيها عصير، العصير ده يبقى فيه مخدر، وهناخدها واجر انا، هبقى مأجر انا شقه او مأجر مكان، وناخدها فيها الساعتين دول نفضل نعمل فيها الصور ونعمل فيها العروض ونعمل فيها حاجه، وبعد كده خلاص واكن مفيش حاجه حصلت والكلام ده. المهم فعلا وقد كان، راحت لها وقالك ننزل نتمشى نشتري انا عايز اشتري مثلا حاجات من المحافظه عندكم الكلام ده كله، ويعني لها نظام بتبلفها او بتلفها. طبعا خرجت معاها وبتاع وفعلا ساعتها بتاع، فابتدت تحس بدوخه. فالواد توك توك للمكان اللي كان مأجره، وفعلا دخلوا، وفعلا اللي حصل قام جاي مقلع عينها يعني الوضعيه لو عملوا زي ما هم عايزين اللي هو العروض والكلام ده كله، بس من غير ما يعملوا اي حاجه، من غير ما يلمسوها ولا يعملوا حاجات فيها غلط ولا الكلام ده كله. هي كلها حاجات تظهر ان هي كانت مع حد، بس هما دول اللي عايزينه عشان يخافوا برضو ان جوزها ده يكون فطبعا التانية فاقت معاها، ده انا ايه اللي حصل، ده انت اغمى عليكي، ده انت وقعتي، ده احنا خدناكي فاهمين على خدتها على باب مستشفى، وان هم قعدوا وفاقت يعني وبتاع. طب انا ده انا دخت، ده انا الدكتور بتاع، لا مفيش حاجه، تلاقيكي مثلا ممكن نكشف لو حامل ولا حاجه، لا مفيش اي حمل مفيش. فالمهم روحوا وقعدت معاها ومش حاسه باي حاجه والوضعيه كده، وامنت. ودول ستات مع بعض يعني عارفه ازاي هتقلعها وعارفه ازاي هتلبسها من غير ما يحصل اي حاجه او تشك في اي حاجه. بس الست حاسه انها مش مظبوطه، يعني حاسه ان في حاجه حصلت
معاها بس مش مفهومه. فالمهم جه الراجل طبعا خلصوا بتاع، قعدت فترة أسبوع 10 أيام، فابتدى يبعت لها على، طبعا اديتها هي رقم الموبايل، اديته رقم الموبايل الشمال اللي معاه، فبعت لها رسالة فيها فيها كام صورة كده. فبتبص في الصور اتصدمت، يعني صدمت اغمى، ابتدت تقول ايه اللي حصل ده، ايه ده، وبقت تلطم. فطبعا كلمت صاحبتها فبتقول لها تصدقي في ايه اللي حصل، ولقيت واحد باعت لي، باعت لي صور ليا ان انا يعني نايمه ومعاه والكلام ده. قلت لها ازاي يا بنتي، ايه اللي حصل ده، انت بتعملي حاجه؟ قلت لها بعمل ايه، ما انت عارفه ده هيقتلني، ده لو حصل حاجه زي كده هيقتلني، انا عايز اعرف مين اللي عمل فيها كده. قالت لها ما ممكن تكون متركبه. قلت لها متركبه ايه، ده انا بالظبط اللي موجوده، اديني رقمه. شوف بقى شوفوا الموضوع بيجي ازاي، اديني رقم. فالمهم قالت لها خدي رقمه، يعني هي على اساس انها بتكلمه، فطبعا اتفقوا وبتاع. فالمهم كلمتها تاني، ولا هي كلمته ولا حاجه، هم رسمينها اصلا مع بعض. كلمتها تاني، ده قال لك ده هو جه وعمل الصور دي وعايز مبلغ من الاخر، وبيقول ده في فيديوهات كمان. ازاي ومش ازاي. فالمهم قالت لها زي ما بقولك كده. فالست طبعا عشان يعني ربنا سبحانه وتعالى، عشان هي غلبانة رغم انها تستاهل لانها بتطلع اسرار بيتها بره، لكن عشان هي على سجيتها وغلبانة، فربنا سبحانه وتعالى الهمها باللي حصل ده. كان في زي راجل محترم شيخ، فهي بتثق فيه جدا، وده كان دايما لما بتجيبه عشان يقروا، عشان يشوفوا جوزها نظام راجل محترم، كانوا يجيبوه يقروا يقرا في البيت، وبيبارك البيت يعني بالقرايه. في ناس كده على فكره يا جماعه لغايه الان، اللحظه اللي احنا فيها دي، كل يومين بيجي انسان يقرا جزء او يقرا كام آية في البيت، يباركوا بيها البيت. فراحت للراجل ده توسمت فيه الخير وقالت له انا حصل 1 2 وانا مش عارفه ايه اللي حصل، ومش عارفه اتدارك الموقف ايه، وطالب مبلغ كبير مني وانا مش عارفه اديله المبلغ، ما هو انا خايفه اديله المبلغ يطمع اكتر، وخايفه حياتي تتدمر، ودبرني. انا عارفه انك راجل صالح وشيخ صالح. هو راجل كان راجل كبير، وهي ما كانتش عارفه تقول تعمل ايه، فراحت للراجل ده، وهي كانت محترمه لدرجه انها كانت بتصلي. فيعني جه قال لها طيب انت دلوقتي فكري كده واعرفي انا مش عارفه حصل ايه. فالمهم هو بيقول لها لا، اقعدي مع نفسك وشوفي الوقت اللي انت شفتي فيه او كنت مش مظبوطه فيه، او حصل انت كنت مع حد غريب او في اي حاجه حصلت ده، لان طالما بتقولي انت بشخصك يبقى فعلا في حاجه حصلت انت مش فاهماها. شوفي حد خدرك وانت بره. فابتدت تفكر، فافتكرت موضوع اللي هي ساعه لما فاقت وهم قاعدين على باب المستشفى، ان هي قال يعني اغمى عليها والموضوع ده. ففكرت في الموضوع ده، قالت يا شيخ حصل فعلا ان انا كنت مع صديقه ليا. قالت لها صاحبتك دي اتعرفت عليها من محافظه كذا، وبتيجي وتعرفنا على بعض، وكنا بنيجي نخرج وبنجيب نشتري حاجات. فقام جاي ردت عليها، قالت لها انت تعرفها؟ قلت لها رحت لها؟ قالت لها لا ما رحت لهاش خالص. قال لها يبقى هي اللي عملت الموضوع ده يا بنتي، وشوفي تقدري تتصرفي ازاي، وحاولي معاها انها تحاولي تتصرفي معاها، وحاولي ترهبيها. فالمهم حتى الشيخ قال لها وانا اكاد اجزم انها مش موجوده من قلب المحافظه اللي قالت لك عليها، هي من حته تانية، لان اللي زي دي بتبقى عصابه يا بنتي. فالمهم خدت الكلمتين من الشيخ، فبتقول لها بقى الست بتكلمها عملتي ايه؟ لا ما هو طالب المبلغ، ما انت عارفه ان انت لما كلمتيه عايز مبلغ كبير. طب بقول لك ايه، طب ما تيجي لي نشوف هنعمل ايه سوا وتشوف الموضوع ده. طبعا الست عادي لما قالت لها كده هي عارفه انها غلبانه، لو ماله اجيلك ما فيش مشكله، بس شويه كده. فاتفقت مع الولد ان هو يبعت لها قبل ما تروح لها بيوم فيديو، مقطع كده من فيديو. فعلا بعت لها، وبعدين راحت له. فلما بعت لها الفيديو وراحت لها بقى، الست كانت عامله حسابها، عملت ايه؟ كلمت ناس بحيث انها يعني زي ما تقول الشيخ كلمته بحيث ان هو يشوف لها حل. فقال لها على فكره حلوه، قال لها دي تعتبرها حراميه، تاخديها عندك في الشقه، تبريها انها كذا، وتقعديها وتخليها تجيب لك قرار الشخص اللي اتفقوا معاها دي. وقد كان، وفعلا يا جماعه يعني لولا ساتر ربنا ان جه فعلا قامت جايه لها. واول ما جت لها كان متفقه مع ناس يعني تبعها ان اول ما تيجي، ودخلت فعلا الشقه. خلتهاش بقى في قلب الشقه، خدتها في الدور اللي هو تحت في الارض. هما جايين ماسكينها بقى في اوضه حابسينها، انت كذا، ومسكتها بقى. اول ما شافتها ومسكتها قامت جايه قعدت تضرب فيها. فالناس طبعا اللي معاها حاشوا، قولنا بقى ايه اللي حصل واحده واحده كده، ونجيب الواد ده ازاي، وانت منين، واحنا مش هنسيبك، واحنا هنحبسك، واحنا. فالمهم طبعا هي بتسجل الكلام ده فيديو ليه؟ عشان مين؟
عشان زوجها لما يعرف ان هي مظلومة وان هي ما حصلش فيها اي حاجة. وقد كان فعلا سجلت الفيديو ليها وقالت على قرار الواد ده، واتصل بيها تي عشان يستلم الفلوس، وفعلا جابوه. ولما قالت لزوجها جابوا الواد ده. بس حصل بقى حاجة قبل ما يتمسك. فطبعا هما مسكوه ازاي؟ هو طبعا قعدوها وقالوا لها المبلغ، واتفقت مع الولد انه ينزل في قلب المحافظة عشان ياخد المبلغ، لان هي معاها مش هتسلمها الفلوس دي عشان تديها له الا ايه في قلب المكان، لانها مش هتسافر او مش هتبعتها، هي عايزة تسلمها. فالواد طبعا نزل. فهي طبعا عملوا الفيلم ده كله بحيث ان الواد يجي ويجيبوه. فالمهم نزل فعلا وجابوه. بس الجميل في الموضوع ده بقى لما جوزها طبعا عرف ان هي مظلومه وعرف ان هي كذا، ضربها طبعا، ضربها جامد، ومسك الوليه كان هيقتلها لولا الناس حشوه الموجودين. محبوسه طبعا، والشرطه جت، وهي الشرطه اللي عملت الموضوع ده وخلتها تجيب الواد ده. بس اثناء وهي بتجيبه الراجل مسك اللي ده كان هيموته، يعني مسكه قعد يضرب فيه لولا الشرطه، امين الشرطه اللي فضل يحوشه ده يعني اللي بيحكوا يعني. فطبعا اتمسكوا وربنا ستر، وفرغوا طبعا الحاجات اللي مسكوها، واعدمت طبعا الحاجات اللي مسكوها، واتحبسوا. ومش هو بس ده، جابوا وراه مين انت مين، وجابوا ايميلاته وانت تعرف مين ده. طلع ان هو مش واحده بس، لا ده كذا واحده. وهي دي يا جماعه الوضعيه، وهي دي المصايب اللي بتحصل في قلب البيوت. بسبب مين؟ بسبب انسانه مش هقول ساذجه، السذاجه ليها نسبه، دي غبيه عبيطه. طب انت ما تعرفهاش، طب اعرفيها الاول منين؟ طب روحي شوفي المكان اللي هي فيه، بحيث لو حصل اي حاجه تقدري تتعاملي، تقدري تبلغي، تقدري تعرفي، عارفه سكنها، عارفه مكانها. ده انت ممكن ما تكونش ده اسمها اصلا. ازاي؟ هو التواصل الاجتماعي بايه؟ انتوا بتتكلموا ازاي يا جماعه؟ في ستات اغبياء، في ستات دماغها مش عايزه اقول عليها ايه، يعني ازاي تطلعي سلك لانسانه انت ما تعرفتهاش؟ وبعدين الواحد بيشوف في الجروبات بناس ما يعرفوش بعض، اللي هو بس كلامه ابتدى احلى صديقه، اغلى صديقه، اغلى اخت، اغلى اخت واغلى صديقه. ايه وانت تعرفها منين؟ وانت شفتيها اصلا؟ وانت اخركم كلمتين في ماسنجر، ولا كلمتين في واتس وخلاص على كده، وانتوا بتشوفوا بعض؟ وانت تعرفي هي ساكنه فين، تعرفي حياتها ايه، تعرفي زوجها شغال ايه. ما ممكن تكون هي شمال، ما ممكن تكون تاجره بتاع، ما ممكن تكون بتتاجر في خطف الاطفال، ممكن تكون بتتاجر في الاعضاء، ممكن تكون بتتاجر سوري في اللفظ في الرذيله والدعاره والحاجات دي. وانت تعرفها منين؟ ما تبقيش ساذجين بسبب شوفي حاجه بسيطه، سر طلع انه غيور وخايف ده. عملوا عليك الفيلم ده كله فين؟ في قلب محافظتك. يعني شوفي فجرهم في قلب محافظتك، خدروكي وعملوا اللي عملوه، اجر شقه بس. دي رساله يا جماعه، دي رساله، خلي بالكم، خلي بالكم. يعني انتوا كنساء اخواتنا، سواء اخواتنا، سواء بنات، سواء نساء، سواء زوجات، تخلي بالكم. الدنيا ما عادش زي ما انتوا فاهمين بس. وربنا يا رب يسترها على زوجاتنا، على بناتنا، وعلى نسائنا يا رب العالمين. واتمنى يا جماعه نشير المحتوى ده، رجاء نشير المحتوى ده، خلي الناس تاخد بالها، خلي الستات والزوجات تاخد بالها من البلاوي اللي بنشوفها والبلاوي اللي بتحصل ده يا جماعه. يا ريت تشيروا المحتوى ده. ولو وصلتوا معانا لغايه هنا يا ريت لايك، واشتركوا في القناه يا جماعه، ويا ريت دعما لينا لايك. واسالكم تعليقات، يعني يا ريت نشوف كده التعليقات، ويا ريت نشترك في القناه، فعل زر الجرس. واشوفكم القضيه الجايه او القصه الجايه، والسلام عليكم.